تفتح تيك توك تقول بس 5 دقايق، وتمر ساعة، ساعتين، ويمكن أكثر. تضحك، تنقل، تتابع، لكن فجأة تكتشف إنك ضيعت صلاة، نسيت تقرأ قرآن، ما قلت حتى سبحان الله من الصباح. طيب اسأل نفسك، كم مرة كنت تقول بغير حياتي، بس كل يوم يبدأ بنفس الطريقة؟ صباح تيك توك، ليل تيك توك، ولا شيء لربك ولا شيء لنفسك ولا حتى لآخرتك. نعم، هذا الواقع. جيل كامل يغرق في فيديوهات لا تملأ فراغ قلب ولا ترفع إيمان، بس تشغل وتسحب وتطفئ نور الروح شوي شوي. الخطير إن قلبك يتعود على الغفلة، ما عاد تتأثر لما تسمع الأذان، ولا تشعر بشيء إذا فاتتك الصلاة، ولا تحزن إذا مر يومك وما قرأت فيه ولا آية. وهنا المشكلة الكبرى، إذا ما تغيرت الآن فمتى؟ إذا ضيعت شبابك كله في التيك توك، وش بقي لله؟ وش بقي للخشوع؟ وش بقي لوجهك يوم تقف أمام الله؟ ماذا ستقول؟ كنت مشغول بالترفيه؟ كنت مضغوط؟ الحل بسيط، لكنه يحتاج صدق. احذف هذا التطبيق ولو مؤقتا، مش علشان الناس بل لوجه الله. ابدأ يومك من جديد، صلى صلاة الفجر في وقتها، اقرأ ولو صفحة واحدة من القرآن، ارفع يديك وقل يا رب غير ضالبي، ثبتني، لا تتركني لنفسي. ابدأ بترتيب وقتك، نصف ساعة قرآن، نصف ساعة دعاء وتأمل، ومع الوقت راح تكتشف إن راحتك مش في الترفيه، راحتك لما تكون قريب من ربك. تدري متى تعرف إن قلبك مات؟ لما تسمع هذا كله وما تحرك فيك شيء، لما تسمع الآيات وتعرف الحق لكن تختار أنك تستمر في نفس الدوامة. تيك توك يا أخي ما خلقك ولا راح ينفعك. تيك توك راح يوصلك لشيء واحد، تضيع وقتك حتى تلقى الله بيدين فاضية. لو سجدت من الآن لبكرة ما تقدر تعوض الصلوات اللي ضاعت بسبب تطبيق، لكن الله غفور رحيم ينتظر رجعتك. ارجع اليوم، لا بكرة، لا بعد مقطع ثاني، الآن. وقل من قلبك يا رب رجعت لك فثبتني واغفر لي واهدي قلبي قبل ما يضيع أكثر.